السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض شوية مكرونة كده بطريقة حلوة وجميلة كده وسريعة، وشوية مكرونة سباكيتي. يلا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. يلا بينا على طول نخش في الفيديو، يلا بينا. حاجة بقى يا حبايبي كده، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. علقت اهون على مية سخنة بتغلي وحطيت لها الملح وشوية زيت اهو. هقطع بقى، قطعت المكرونه الاسباجيتي اهي وهحطها بقى في الميه، ماشي، واسيبها ايه تغلي. حطيتها اهو في الميه واسيبها بقى تغلي، وافضل اقلب فيها طبعا عشان ولا تلزق في بعضها ولا تلزق في قعر الحل اهو يا حبايبي. طبعا سلق المكرونه ما فيهوش اي مشكله، بس هي اول حاجه هبتدي بيها كده يا حبايبي اهو. سلقت المكرونه ما قعدتش 5 دقايق، يا دوبك 5 دقايق سلقتها اهي. شربت الميه بتاعتها ومش معجنه، محدش يقول لي دي معجنه اهي. هروح بقى اصفيها. خلاص يا حبايبي كده سلقت المكرونه وصفيتها تمام كده، ماشي. هنعمل بقى الايه، التسبيكه بتاعت الايه، المكرونه. حطيتها اهو حله على النار وحطيت الماده الدهنيه بتاعتها، وهنا عملت بصلايه صغيره وفص ثوم كبير اهو اقوم حطاهم الاتنين مع بعض اهو. تمام كده حطيتهم مع بعض اهو يا حبايبي. متنسيش تشتركي معايا في القناه وتدعميني كده، تكتبي لي كومنت حلو، تدعي لي دعوه حلوه كده من القلب، وتشاركي الفيديو كده مع اصحابك اهو يا حبايبي. حطيت بقى البصلايه يا دوبك زي ما احنا متفقين، انا ما بحمرهاش، انا بخليها بس تدبل. عشان كده انا حاطه معاها فص الثوم الايه، الثوم بتاعها اهو. حطيتهم الاتنين مع بعض عشان انا مش عايزاهم يحمرهم، يا دوبك بس يدبلوا اهي كده. خلاص اهي انا عندي كده بالنسبه لي خلاص اهي. هقوم رايحه بقى جايبه القوطه بتاعتي، انا مسبكه معاكم القوطه وشايله قوطه في الفريزر معاكم. اروح اجيب منها كيس عشان بس انا مزنوقه النهارده، انا كنت شايلاها لرمضان، انا ما عنديش وما قدرتش انزل، فانا ايه هحط منها كيس دلوقتي. اروح اجيبه بقى واحطه واهو يا حبايبي. حطيت اهو كيس القوطه، هسيبه بقى اغطي عليه واسيبه يفك بقى كده على النار كده بالراحه كده على مهله. واروح بقى اقطع الكبده اللي احنا هنعملها جنب المكرونه اهي يا حبايبي. جايبه اهو نص كيلو كبده من اللي هي المستورده دي، هعملها. هقطعها بقى خرط صغيره كده وارجع تاني اهو يا حبايبي. قطعت الكبده بتاعتي مكعبات اهي، وحطيت طاسه على النار وحطيت فيها ماده دهنيه. طبعا زمان الماده الدهنيه دي ايه، زمان السمنه ساحت وسخنت قوي. فانا هحط بقى الايه، الكبده عشان هتعمل طشه دلوقتي اهي. انا هحطها اهي يا حبايبي. حطيتها على النار طبعا يا عملت صوت لان كانت السمنه اهي بتاعتي ايه سخنت قوي. وهنا المكرونه حطيت لها الايه التتبيله بتاعتها. حطيت ملح وكمون وكزبره وبتاع ده وبهارات وكان عندي كده ايه كوسه الطيب بشرتها ريحتها تحفه اهي. وحطيت شويه سكر وهي خلاص كده قربت اهي. هي المفروض بقى خلاص هقوم ساقطه بقى المكرونه عشان السبيكه اهي. هسقط بقى المكرونه فيها كده يا حبايبي. الكبده بتاعتي اتغيرت اهي، لونها اتغير. هقوم حاطه بقى البصلايه مقطعاها شرايح كده كده يا حبايبي. بعد ما حطيت البصلايه اهي ولونها غير ودبلت اهي في الكبده، قطعت قرن فلفل اخضر ورحت برضو حطاه، ومعايا اهو فص ثوم كبير اهو برضو هقطعه عليه خرط صغيره كده. وهنا يا جماعه معايا اهي المكرونه سبكت اهي، حطيتها في قلب الايه الصلصه اهي يا حبايبي. هخرط بقى القرن الايه فص الثوم كده يا حبايبي اهو. قطعت فص الثوم اهو خرطته. اسيبها بقى تستوي. طبعا هي ما بتاخدش سوا خالص خالص. هتبلها بقى التتبيله اللي انت عايزاها، التتبيله اللي انت بتحبيها تبليها بيها
كده يا حبايبي يكون عملت الغدا بتاعي النهارده الجميل ده السريع. ما تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.